المنتظرة. هيا يا شباب استعدوا، هذا هو خصمنا أمامنا. عامر، أمهلني بعض الوقت. ولكن لماذا؟ آسف، سأذهب إلى الحمام. ارجع، عد إلى هنا. أهناك مشكلة؟ لا أرى هنا سوى 10 لاعبين مع ذلك الضخم. ينقصكم لاعب، ترى أين هو؟ نحن هنا. ماذا؟ إنه... انظروا، هذا هو اللاعب 11 يا شباب. يبدو أنه لم يلمس الكرة في حياته. صحيح. رحبوا برامي. سررت بمعرفتك يا عامر. أهلا وسهلا. يبدو لي أنني آخر المنضمين إلى الفريق، وهذا يعني أنني البطل الذي يظهر في آخر لحظة، ولكن عندي شرط قبل اللعب. شرط؟ كما سمعت، لن ألعب إلا إذا لبست القميص ذا الرقم 10. ولديه شرط أيضا، أن يكون معنا قد يكون خيرا لنا. رجاء بلا تعليق. لا بأس يا صديقي، شرطك مقبول. عامر، أنت جاد في كلامك؟ أجل. سأسهم في فوزكم، أعدك بذلك. تأخرت صفارة البداية. الواضح أن اللاعبين لم يتخلصوا من خوفهم بعد. يقال إن لاعبي النجوم يهدمون مدرسة الفريق الخاسر أمامهم. ما الذي علينا فعله إن خسر فريقنا؟ وهل يعقل أن نمضي بقية العام من غير مدرسة؟ سأتحدث إليهم عن هذا الأمر. يراودني شعور بأن هناك سرا ما. سر ماذا؟ فريق النجوم هو الذي طلب إقامة هذه المباراة، ولكن لماذا اختاروا فريقا ضعيفا كفريق النسور؟ لن يفيدوا شيئا من اللعب ضد فريق أضعف منهم بكثير. ولكن لا بأس، سنعرف كل شيء بمتابعة هذه المباراة. عامر، يا عامر، لماذا لم تبدأوا؟ أستاذ فؤاد، بصراحة ننتظر عودة جميل من الحمام. لا يجوز أن ينتظر الضيوف مدة طويلة. هيا ابدأوا. حاضر، اعتمد علينا. لا أثر له، ولا هنا أيضا، ولا هنا. جميل ليس هنا. شادي، لم أعثر عليه. مشكلة. إلى أين ذهب ذاك العبقري؟ جميل، جميل، أين أنت؟ سامحني. يا إلهي، الوقت يمر بسرعة البرق. أين أنتم يا شباب؟ مسرور، ما الذي يجبرنا على اللعب ضد فريق تافه كهذا الفريق؟ يبدو أن الزعيم مهتم بأمر طالب انتقل إلى هذه المدرسة قبل أيام، وقد طلب إلينا أن نهتم بأمر ذلك اللاعب. حقاً؟ وأي لاعب تقصد؟ لم يظهر. ماذا؟ أين وعدك لنا يا سيد سيد؟ ألم تقل لنا إننا على موعد مع متعة كبيرة؟ لا تفقد الأمل يا همام، سيأتي قريباً. لا بأس، يبدو أنه سيفيدنا كثيراً إن صار لاعباً في فريقنا. جئنا إلى هنا لتنفيذ أمر الزعيم، ولعلك تعلم ماذا سيفعل إن أخفقنا. لا داعي لأن أذكرك. ماذا؟ لم نجد. هل انشقت الأرض وابتلعت؟ بحثنا عنه في كل مكان يحتمل أن يذهب إليه. انظروا هناك، الخزانة تقفز. انظروا. ألم تعرف سبب تحرك هذه الخزانة بعد؟ هيا اخرج يا جميل، اخرج. مرحبا، كيف حالكم يا أصدقاء؟ هذا أنت؟ ماذا كنت تفعل داخل الخزانة؟ هيا اخرج، تأخرنا عن موعد المباراة. اعذروني يا شباب، لا أستطيع الخروج من الخزانة، ساعدوني. ما رأيك أن تلعب وأنت على هذه الحال؟ ستكون مدافعا صلبا. كف عن مزاحك السخيف وساعدني. دعوا هذه المهمة لي يا شباب. هيا نعتمد عليك. لقد خرجت. ركلة رائعة يا بطل، عليك أن تجربها في المباراة. معذرة يا شباب، لقد شعرت بالخوف فاختبأت في الخزانة. اسمع يا جميل، إن الخوف ليس حلا أبدا. يجب أن تعتاد على مواجهة المشكلات بشجاعة، لا تعيدها مرة أخرى. حاضر، أنا آسف.
هيا سأواجه الخصم بكل شجاعة. مرحبا. أتسمحين لي بالجلوس بجانبك؟ اسمي منى وأنا من صحيفة المدرسة. سررت بلقائك. أنت صحفية، أهلا بك. وأخيرا اكتمل عدد لاعبين، إنه خبر جيد. أجل. وبعد هل تتوقعين الفوز؟ الفوز؟ إن كان الأمر يتعلق بثقتي بالفريق فإنه كما توقعت تماما. لحظة، انظري إلى وجوه لاعبينا، كأنني أرى ملامح التصميم على الفوز. إن كان ما أراه الآن حقيقة فلا سبب يمنعنا من الفوز حتى لو كانوا أقوى منا. كلامك جميل. سوف أحول ما قلته إلى عنوان عريض في صحيفة المدرسة. استعدوا، مباراة اليوم ودية، فأرجو منكم أن تلتزموا القانون. فليتقدم القائدان لإجراء القرعة. هي سيد، إلى القرعة. لا حاجة إليها، لا تهمنا. اللقاء الناري أفضل عنوان يمكننا اختياره لهذه المباراة المرتقبة. ولكن من تكون؟ مرحبا، أنا واحد من لاعبي فريق الشطرنج، بلبل. هذا هو اسمي يا آنستي، واليوم سأتولى التعليق على المباراة لأنني أتمتع بموهبة التعليق. يبدو أن المباراة ستبدأ بعد لحظات. أيها المشاهدون، مرحبا بكم. لقاء اليوم يجمع أفراد فريق مدرسة النسور مع فريق النجوم. شعور جميل، سأصير نجما بعد وقت قصير. فهذه أول مرة أكون محط أنظار عدد كبير من الناس. ما الذي سيصيبنا اليوم؟ نحن الآن نواجه فريقا لا يهزم. استعدوا، ضربة البداية لنا. هيا بسرعة. بدأت المباراة. مروان يمرر الكرة إلى حسان ثم ينطلق بسرعة نحو مرمى الخصم ليواجه خط الدفاع. حركة رائعة. مروان يتجاوز 2 من المدافعين ويتابع التقدم. لم أعلم أنني أجيد المراوغة قبل الآن. أنا معك يا مروان. خذ. شكرا. أجل، ولم لا؟ منصور يتقدم نحو المرمى. دورك يا مروان. حسان. لا يزال لاعبو فريق النسور يحتفظون بالكرة ويواصلون التقدم. لك يا سيف. تمويه رائع من سيف. الكرة في طريقها إلى مروان. تراها سيحقق هدفا. ولا شك في أنها ستدخل إلى المرمى. افرحوا يا شباب. صدها. لا أصدق. لا أصدق أبدا أنها لم تدخل. جيد، بداية لا بأس بها. سيد، حان الوقت ليعلموا من نكون. لا بأس، بدأت اللعبة. الآن ستعرفون من نحن. مستعدون. مسرور. أول هدف يحققه النجوم، هدف لا يصد ولا يرد. لا نزال في البداية يا شباب. إن كانت كل الركلات مشابهة لهذه الركلة فمن يعلم ماذا ستكون النهاية. عامر. فريق النسور في موقف حرج بل في مأزق كبير. لا أصدق. عامر، أنا آسف يا شباب، لم أستطع صد الكرة. من يستطيع صد تلك الكرة؟ إنهم أقوى منا. سيمسحون أرض الملعب بأجسادنا. ما هذا الكلام؟ لا نزال في بداية المباراة، نستطيع تعويض ما سبق. ويعلن الحكم نهاية أول شوط. النتيجة واضحة أمامكم، 10 أهداف لفريق النجوم ولا شيء للنسور. يا إلهي، لا أحد منهم يستطيع الكلام. انظروا إليهم، لا أرى لاعبا واحدا منهم يشعر بالإرهاق. لا عجب في ذلك، فهم لم يبذلوا جهدا يذكر. لقاؤهم هذا ليس أكثر من نزهة قصيرة. مستحيل، يجب أن نفعل شيئا. لا يجوز أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة. ماذا نفعل؟ جربنا كل شيء، لن تتغير الحال في الشوط الثاني. صحيح، نكاد نموت من التعب. ما هذا الكلام يا شباب؟ أنتم قادرون على قلب النتيجة. أنت تحلم يا صديقي، لا نستطيع فعل شيء. كلامك صحيح.
نحن نلعب مع فريق لا يهزم. ما الذي أصاب النسور؟ هذا الاستسلام سوف يساعدهم على تحقيق الفوز. ما جرى في الشوط الأول لا يعني النهاية. سينهضوا. هيا انهضوا. يا آنسة، هل عرفت لماذا اختاروا مدرستنا ليلعبوا ضد فريقها الهزيل؟ ربما سنعرف السبب في الشوط الثاني. ربما. ما رأيك؟ هل سيبقى مختبئا؟ اطمئن، لابد أن يظهر في الشوط الثاني. استعدوا، سيبدأ الشوط الثاني بعد لحظات. مرحبا، ها قد عدنا إليكم مع أحداث الشوط الثاني. هل سيتمكن فريق النسور من إدراك التعادل؟ لنتابع. ركلة البداية من نصيب النجوم. استعدوا، خطتنا مثلث النار. ابدأوا بالتنفيذ. مثلث النار. مثلث النار. استمروا، يجب أن نخرجه من جحره. الإعصار. ركلة ركلات 100 الآن. اخرج بسرعة. هيا اخرج، وإن لم تفعل سيسقط آخر لاعب لديهم. مسرور، أنا قادم. عامر، لا أظن أنهم يسعون إلى الهدف، بل يريدون إسقاط رئيس فريقنا. اتركوه، اتركوه، اتركوه. ابتعدوا يا وحوش. منصور. 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 عامر، لقد فهمت قصدك. سأبذل جهدي. منصور، سأصمد حتى آخر لحظة. إذا لا زلت قادرا على الوقوف. ركلة ركلات 100. لن تسجل. هذه المرة لن تسجل. كاد يصدها. خيل إلي أن عامر قائد النسور سيصد ركلة مسرور القوية، لكنه لم يفعل. هذا هو الهدف 19، ولكن ماذا حل بلاعبي فريق النسور؟ لا أرى منهم إلا رامي لا يزال واقفا على قدميه. لم أعد أرغب في اللعب. كما ترون خلع قميص الفريق وهرب خارج الملعب. اللاعب رامي فضل الهرب على تلقي الضربات. فريق النسور ينقصه الآن لاعب. ألا تزال مصرا على الصمود؟ لا أظن. لن تسجلوا هدفا حتى لو مددنا المباراة 100 ساعة. لا أصدق. أي فريق هذا؟ لن نستطيع تسجيل أي هدف. علينا الاعتراف بضعف فريقنا. ليس بعد. ها؟ تابعوا، قلت لكم تابعوا. ألا تزال قادرا على الوقوف؟ غنى، هل تسمحين لأخيك بأن يلعب؟ هذه آخر مرة. هدف 20 هدفا مقابل لا شيء. لا جدوى، حسموا النتيجة. خسر فريقنا المباراة. من هذا؟ لم أره مع فريقنا من قبل. أظن أنه أجل هو.
نعم هو. إنه اللاعب الذي أذهل الجميع بركلته القوية في بطولة السنة الماضية. اسمه زين. انظروا يا جماعة، اللاعب زين يدخل إلى الملعب مرتديا زي فريقنا، فريق النسور. هل هذا اللاعب هو سبب مجيئهم؟ زين. انتظر يا زين، اسمك ليس مدرجا في قائمة سيدي لا مشكلة، لا مانع لدينا. طيب، لا بأس بذلك. سنعد زين لاعبا بديلا يمكنه اللعب مع النسور. زين، كنت واثقا بأنك ستنضم إلينا. على مهلك. لا بأس، ولكنك تأخرت. وهكذا صار اللاعب زين بديلا من رامي، ولبس القميص ذا الرقم 10. بدأت المهمة التي جئنا من أجلها. توقعت هذا. إن هذا هو هدفنا. استعدوا، مثلث النار. مثلث النار. لا، ماذا يحدث؟ زين يترك عامر ويندفع كالسهم نحو مرمى فريق النجوم، ولكن لماذا؟ ترى هل سيهرب كما فعل رامي؟ فهمت. زين واثق بأنني سأصدها، ثم سأمررها إليه. لن أخيب ظنك يا زين. انطلق نحو مرماهم بسرعة. مستحيل. ظهرت قوته الحقيقية. صدها، وأخيرا تمكن عامر من صد مثلث النار. أحسنت أيها الفتى، تلك هي القبضة الفولاذية، كما حدث في الماضي تماما قبل 40 سنة. نجح. حارس المرمى، لقد بدأ يلفت نظري. شاهر، جاء دورك. عامر يرسل الكرة بكل ما لديه من قوة. العاصفة النارية. هدف، وأخيرا سجل فريق النسور هدفا في مرمى النجوم. ما نراه الآن ليس حلما، هدف للنسور. لقد نجحنا. هذا يكفي، حصلت على المعلومات الكافية. زين قادر على تسديد ركلة مدهشة، هداف من الطراز الرفيع. اسمعوا، فريق النجوم يعلن انسحابه من هذه المباراة، وبذلك أعلن نهاية اللقاء بين الفريقين. فريق النجوم يعلن انسحابه، وهذا يعني أن النسور فازوا في المباراة كما ينص قانون لعبة كرة القدم. من كان يصدق، نحن لن ننسحب من أي مباراة. بسرعة، اكتبي كل ما حدث هنا. أجل. ظهور زين غير نتيجة المباراة تماما. عجيب. يمكنك القول إن من استدعاه هو الذي غير نتيجة المباراة. من ينادونه عامر لا يعرف الاستسلام أبدا. سيكون له شأن كبير. أشكرك على حضورك. سيصير النسور بمشاركتك من أقوى الفرقاء. زين، يسرني جدا انضمامك إلى فريق. أرجو المعذرة يا عامر. اسمع يا زين، شكرا جزيلا. شكرا. عامر، يجب أن تعيده. لا بأس يا شباب. انظروا هناك إلى اللوحة. ذاك الهدف هو البداية. سيكون الهدف الذي سجله زين أول خطوة في مسيرتنا نحو التألق. الآن بدأنا. هيا يا نسور، في الأيام القادمة اختبارات صعبة جدا. هيا بنا. منحتنا نتيجة مباراتنا مع ذاك الفريق فرصة جديدة، لكن منافسنا القادم مختلف تماماً عن سابقه. جعلتنا إشاعات غريبة نفكر كثيراً في ذلك الفريق القادم، لكننا في حاجة إلى زين. فهل سيغير رأيه ويصير معنا؟ تابعوا أحداث الحلقة القادمة.
جديد. هيا قولوا النصر نريد، بددوا غيوم التشاؤم، شدوا أواصر التلاحم، امسحوا دموع الخسارة، فالنصر لصاحب الجدارة. لنحيل اليأس طموح والتردد غير مسموح، فالشدة تصنع الأبطال، مع العزم لا محال. في القلب طاقة كالرياح تدفعنا نحو النجاح، مهما أثقلنا بالجراح شفاؤنا يكمن في البلاء. هيا 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 قفوا من جديد. هيا 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 قولوا النصر نريد، فالشدة تصنع الأبطال.